لو لسه ما جربتوش ورق العنب في الطاجن فانتوا فايتكوا كتير. في طاسة احط زبدة او زيت او سمنة او ممكن نعمل ميكس ما بينهم، وبضيف عليه البصل والثوم، وبضيف كمان شوية من التوابل هكتبها لكم كلها تحت الفيديو. اللي بيميز ورق العنب انك تحطي نعناع سواء كان فريش او مجفف. بعد كده بنزل عليه بمعجون طماطم وطماطم معصورة، وبسيبهم كلهم يتسبكوا على نار هادية لحد ما يبقى شكلهم كده. معايا رز مصري مغسول كويس ومتصفي كويس جدا، ودي اهم خطوة تعملوها. بنزل عليه بالصلصة وكمان خضار متقطع اللي هو كزبرة وشبت. وكده ابدأ اجهز الطاجن بتاعي. بحط فيه بصل متقطع شرايح وعليه شوية من الخضرة اللي انا قطعتها، وشرايح بطاطس تبقى متقطعة تخين شوية. وببدأ ان انا الف المحشي، وده اسهل طريقة ان احنا نلفه بيها على الطبق كده. بحط بين كل رق والتاني فصوص توم وشرايح ليمون. الشوربة بضيف عليها مكعب مرقة وده اختياري، وبضيف زيت زيتون ودبس رمان وعصير ليمون ومعجون طماطم. بس المحشي وبحط تقال، وبغطيه كويس واحطه في الفرن. طريقة التسوية هتلاقوها تحت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، وكمان اعملوا له شير عندكم عشان يوصل لناس كتير.